السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشطر ستات وأحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين تنظيم الدولاب. هعلمكم كذا تطبيقة حلوة جدا لتنظيم الدولاب لو انتي ست بيت، وكمان لو انتي عروسة وبتفرشي دولابك أو بتفرشي شقة عروسة. هعلمك كذا تطبيقة حلوة قوي للملايات وللمفروشات تحلي شكلهم، وفي نفس الوقت ما تخليش مساحة كبيرة عندك في الدولاب تكون مشغولة يعني. تمام. هنبدأ دلوقتي كده بسم الله. نفتح الدولاب هنا معانا. طبعا انتوا شايفين الدنيا متكركبة كلها على بعضها اهو. هنبدأ بقى نعمل ايه كده مع بعض. بصوا، المفروض ان يعني اول رف فوق ده البطاطين، والرف اللي بعده ده الملايات، وبحط جنبها الفوط، والرف اللي تحت ده برضو ملايات لان أنا عندي ملايات كتير بصراحة. فيعني ملايات الاطفال وملايات السرير الكبير. فهنبدأ دلوقتي كده نشتغل على بركة الله. بصوا بقى، اول حاجة بقى هنبدأ ننزل كده الملايات هنا عندنا اهو. اهو بصوا، ودي كمان. طبعا دي ملايات اطفال. هنبدأ برضو نرصها مع بعض. الدولاب كله بصراحة عايز يتظبط من اول وجديد، فهقول لكم بقى على طرق حلوة قوي وسهلة، مش هتاخد معاكم وقت ولا مجهود ولا مساحة ولا اي حاجة. بس ننزل كده كل الملايات اللي عندنا. طبعا ده يعني دولاب ست بيت متجوزة بقالها فترة. بس طبعا انت لو عروسة في البداية ما بيكونش عندك المفروشات كتير كده، وما بتكونش عندك كمان المفروشات بالشكل ده. يعني انا كنت حاطه مفروشات الاطفال في دولاب الاطفال. لما دلوقتي بقى عندي اولاد وكده، نقلت مفروشات الاطفال حطيتها كلها في الدولاب الكبير. فطبعا طبيعي تلاقوا المنظر بالشكل ده، تلاقوا الدنيا متلعبكه كده ومليانه وكتير. وكمان احنا بنبقى مجهزين ملايات، يعني جايبين في الجهاز ملايات كتير. برضه لما بنتجوز كل ما بتعجبنا حاجه بنشتريها. فطبيعي ان تلاقي دولاب ست بيت مليان كده بالشكل ده، في قلبيه ملايات كتير وفوط كتير، لان طبعا احنا كستات كل ما بتعجبنا حاجه بنحب ان احنا نشتري. هقول لكم بقى تطبيقه الفوطه دي انا مطبقاها ازاي. بصوا، تطبيقه الفوطه دي بتنجز معايا جدا، وكمان بتصغر المكان عندي. يعني بصوا كده، عندي الرف فاضي خالص اهو. انا حاطه بس هنا الفوط في جنب، وهنا ده دولاب الملايات او رف الملايات. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ كده هوريكم تطبيقة الفوطة دي. الفوطة دي بتتمسك كده عادي اهو، تتقسم اتنين، تطبقيها على اتنين اهو. وبعد كده تاخديها من الجنب ده للجنب ده كده، بمنتهى السهولة. اللي هو انت لو واقفة بتطبقي الغسيل هتطبقيه في ثانية. وبعدين بتاخدي الطرف ده كده كده كده، تلفي 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 اهو. انا حابة ان انا اوريكم اللفة. طبعا لما ايدك بتاخد على الموضوع بيبقى اسهل واسرع. تعرفي تعملي الوردة دي مظبوطة قوي وبتطلع معاكي شكلها تحفة. بصوا، اللي هو انت حتى لو بتعيني الفوط في الحمام، عينيها بالشكل ده بيبقى شكلها لذيذ قوي، وبتبين كده شياكة حمامك. بصوا، بصوا الوردة وجمالها. هنرصها دلوقتي كده في الدولاب. انا هحاول بس ارفع معاكم التليفون شوية عشان تبقوا شايفين. تمام. نرصها هنا كده جنب باقي الفوط. هناخد برضو اللي بعدها اهو برضو، وناخدها كده ونبدأ نلف وردة أول نقطة كده فيها. طبعا الفوطة دي عشان هي قطيفة أتخن شوية من الفوطة التانية. الفوطة التانية كانت قطن، فكان لفها أسهل من كده شوية. بس أهو طلعت في الآخر مظبوطة، شكلها حلو جدا، تبقى زي الاسطوانة كده. وبنيجي بقى نرصها ازاي؟ بنرصها من على القفلة. يعني ده الآخر جزء في الفوطة اللي المفروض نقفل عليه. تمام. فاحنا بنلفها كده وبنرصها من على القفلة. هوريكم برضو شكلها عملي عشان تفهموا انا قصدي إيه. علشان تبقى القفلة هي آخر حاجة حاطين عليها الفوطة علشان ما تفكش معانا في الدولاب. طبعا بقى ايه، احنا ايدنا خدت على الموضوع، فهنعمله بشكل أسرع اهو. تمام. وهنبدأ نلفها برضو بسرعة كده كده اهو.
الموضوع سهل جدا وسريع، خصوصا في الفوط القطن اهو. وهنحطها كده. بصوا، طبعا دي مش كل كمية الفوط اللي عندي، في فوط تانية كتير قوي على الحبل، لان انا اصلا لسه غاسلة وكده. خلصنا كده، هنا عندنا بند الفوط. تمام، ندخل بقى على البند اللي بعده. طبعا دي كوفرتة مش هحطها دلوقتي، الكوفرتات هشيلها على جنب، هحطها في الرف بتاع اللحفة او البطاطين او الدفايات، في الرف اللي هو بتاع الحاجات الكبيرة يعني، حتى هو رف اكبر رف فيهم. فلسه هنطلع على الدولاب من فوق، يعني هنطلع لاول رف فوق وهنشوف الدنيا فوق عاملة ازاي. لكن هنا هنعمل ايه؟ طبعا انا سايبه باقي المساحه دي كلها علشان لسه عندي كميه فوط تانيين على الحبل، لما هيجوا بقى هرصهم واحطهم. بس طبعا عايزه اقول لكم بجد، بتخلي شكل الدولاب منظم جدا، وكمان ما بتاخدش مساحه خالص يعني بجد. اقول لكم بقى على التطبيقه التانية، ودي اللي هتعجبكم جدا جدا. انا عندي هنا كيس المخده الصغنن ده، طبعا كلنا عارفينه. تمام، هنعمل فيه ايه؟ هحطه هنا كده، هفرده كده علشان ده اساس الشغل كله عندي. هناخد كيس المخدة التاني اللي زيه اهو، نطبقه. نطبقه عادي جدا، تطبيقة بسيطة خالص، يعني الناس كلها بتعرف تطبق، الموضوع مش صعب اهو. تمام، نعمل ايه بقى؟ نبدأ نحشيه هنا كده. هتلاقوا الدنيا اتلخبطت شوية معاكم في الأول، لكن ما تقلقوش، هتكمل وهتبقى سهلة جدا. خلاص، طبقنا كيس المخدة ده، حطيناه في كيس المخدة التاني اللي زيه. هنعمل تاني ايه؟ هنشوف بقى الملاية دي فين. تمام، ونطبقها برضو ونحطها زيها مع بقية اخواتها. هو في النهاية يعني هيبقى المنظر العام عندنا عامل كده اهو. بنطبق بقى الدنيا خالص كده وبنحطها كده. الطريقة دي مفيدة في ايه؟ الطريقة دي مفيدة ان انت لما بتيجي تدوري على كيس المخدة او على المخدة او اي جزء من الملاية ضايع منك، بتلاقيهم كلهم موجودين وجاهزين معاكي. مفيش في الموضوع اي اختلاف يعني. تمام، مش هتحتاجي ان انت تتعبي نفسك ولا توجعي قلبك ولا اي حاجة. فهندخل كده على الملاية اللي بعدها. طبعا الملاية دي اتنين شبه بعض، سريرين أطفال، بس طبعا هما يعني مش شكل أطفال، هما سريرين بس بيسموهم يعني، الملايات اللي بتبقى اتنين شكل بعض دي بيسموها أطفال، لكن هي مش أطفال، هي يعني زي ملايتين شبابي كده زي بعض. لأوضة نوم مثلا، لما يكون عندك ولدين كبار أو بنتين كبار مثلا في أوضة. أنا بحب أخلي السريرين فرشهم زي بعض، بتبقى حاجة شيك قوي. بصوا، ونبدأ نطبق أول ملاية كده معانا أهو، اتطبقت عادي خالص. ناخد بقى التانية نفس النظام، ناخد المخدات الأول بتاعتها، هي معاها مخدتين طوال أهو. المخدة التانية تمام. ناخد كمان الملاية دي، نبدأ نطبقها كده زيها برضو بالظبط، نفس التطبيق أو نفس الشكل كده. عايزة أقول لكم الموضوع سهل قوي، طول ما انت شايفاه سهل. لو حسيتي ان ايه الكركبه دي وايه البهدله اللي انا فيها دي، هتلاقي الموضوع يعني بقى اصعب عليكي. انما لا، انت اعتبري نفسك ان انت مثلا بتضيعي وقت، تعملي حاجه سهله. طبعا كلنا يعني الامهات مننا ما بيبقاش عندها وقت ان هي ترص كل حاجه في الدولاب، فساعات بيجيلك وقت كده بيكون الدولاب عندك مكركب. فانا دلوقتي هشجعك ان انت تقومي تنظميه وتخليه حاجه كده في منتهى الحلاوه. بصوا، عشان بس ايه ما تقعش مني، لان دول ملايتين كبار شويه، لانهم ملايتين في بعض مش ملايه واحده. فطبعا انا بحب اخلي السيفري او الملايتين اللي هما مع بعض، اللي هما شكل بعض يعني، بتوع اوضه الاطفال عموما،
بخليهم هنا في الرف اللي تحت. ماشي، هوريلكوا الرف اللي تحت دلوقتي اهو. بحب احطهم هنا في الرف اللي تحت. كل اللي في الرف اللي تحت دول ملايات سيفري او ملايتين زي بعض. تمام، هنبدأ بقى نعمل برضو الملايات اللي هي الفرداني او اللي هي قطعة واحدة. بصوا بقى، هكمل معاكم كده. لقيت فوطة كمان في وسط البعزقة اللي انا بعزقتها دي اهي. نطبقها برضو بنفس طريقتنا المعتادة، نعملها كده نصين، نعملها كده بالطريقة دي اهو. وهنبدأ نلف من الجنب ده كده اهو كلها، وهنعينها على مكان اللفة زي ما اتفقنا. بصوا الوردة دي طالعة قمر قوي عسولة كده اهو. بصوا الجمال والحلاوة والشياكة، تقولوش عروسة، كأنك بجد كده عروسة وجايبة حد يفرش لك الدولاب بتاعك من اول وجديد. عايزين بقى الدباديب والبط والحاجات دي سهلة برضو، هنعملها حالا اهو مع بعض. اقول لكم بتتعمل ازاي. اكتشفت انها حاجة سهلة جدا جدا جدا، متاخدش وقت خالص، بس بتدي شكل فعلا. ان جينا للحق يعني بتدي شكل حلو قوي، بس للاسف مش عملية. يعني حتى انت لو عروسة وعملتيها في دولابك لأول مرة، علشان بس الناس اللي داخلة تتفرج وكده، لكن بعد كده هتبدأي تزهقي وهتفكيها، ملهاش لازمة ومش عملية كتير يعني. تمام، هنبدأ بقى نطبق الملاية دي كده اهو زي ما انتوا شايفين. انا بحاول اصغرها على قد ما اقدر علشان ما تاخدش مكان معايا في الدولاب. دي بعرف اتحكم فيها عادي، الملايات اللي هي الفرداني او الفردي اكتر من الملايات السيفري. ده كيس المخدة اهو، هبدأ كده اطبقه بالشكل ده. عايزه اقول لكم الملايه دي لونها حلو قوي. بصوا، مش عارفه هي باينه معاكم ولا لا، هي لونها روز كده رقيقه قوي، بحب لونها كده بصراحه. لما بتتفرش بتدي بهجه، بتدي لون حلو قوي كده للمكان. بصوا بقى، ده الكيس بتاعها اهو، الكيس الصغير بتاع الخداديه الصغيره. بصوا شكلها لذيذه قوي، شكلها حلو. طبعا دلوقتي طلع ملايات اشكال تانية مختلفه كتير. يعني اللي انا جبتهم برضو جداد اللي هو دول. بصوا اوريكم شكلهم اهو، دول تمام، 3 ملايات دول. لكن انا لما كنت بجهز يعني قبل الجواز يعني وكده، كنت بعشق الملايات الساده. كنت تقريبا جايبه ملاياتي كلها ساده. بحس ان الملايه الساده على السرير اشيك 1000 مره من الملايه المنقوشه. لان مش هتبقى السجاده منقوشه والملايه منقوشه والستاره كمان فيها نقشه، تحسي الاوضه زحمه قوي قوي. ولازم تكوني بتعرفي تختاري لما تكون عندك الاوضه مساحتها صغيرة، لازم تعرفي تنظمي المساحة كويس معاكي ازاي. يعني انا الأوضة عندي عاملاها كلها لونها ابيض. الخشب كمان لونه ابيض زي ما انتم شايفين، الدولاب واوضة النوم عموما لونها ابيض. بتتعبني شوية في التنظيف بس مش مشكلة. مدياني شكل حلو ومدية وسع لان اصلا الأوضة صغيرة. تمام، السجاد بقى لونه نبيتي كده، في قلب وردة كده خفيفة خالص. فحبيت ان انا اعمل ستارة تكون نبيتي وتحتها غلاف ابيض سادة خالص، برضو علشان السادة بيكون مريح للأعصاب. ما ينفعش السجادة والستارة تبقى منقوشة، ما ينفعش كده، هتبقى أفورة رهيبة وهيبقى حاجة بتتعب أعصابك. فبصوا يعني برضو حتى المنقوش اللي اخترته في الملايات حاجات نقشتها خفيفة خالص وهادية قوي، بصراحة بحب كده. طبعا ده برضو يعني كان ذوق من فترة كبيرة، يعني أنا برضو متجوزة بقالي فترة. دلوقتي بقى طالع حاجات تانية أجدد وأحدث، طالع المنقوش دول كتير قوي، وطالع بقى الملايات اللي هي السادة الستان اللي هي التركي دي، بحبها قوي برضو، شيك قوي كده في فرشها وشكلها تحفة. بصوا انا نسيت كيس الخدادية ده، فببساطة هحطه هنا كده، مش لازم يعني افك تاني اللي انا عملته علشان احطه. الكلام خدني معاكم فنسيت. تمام، عندي بقى هنا الكيس بتاع المخدة اهو. تمام، وعندي الكيس التاني اهو.
هعمل ايه دلوقتي؟ هنحط كده في كيس المخدة إيه الملاية والمخدتين بتوعها والمخدة الصغيرة اهو. بصوا تمام. نحاول بقى نظبط الشكل العام على قد ما نقدر اهو كده. بصوا الجمال والشياكة بقى والحلاوة والنظافة اللي بتبان على الدولاب بعد التنظيمة العسل دي. عايزة اقول لكم الصفة دي هتاخد معايا كتير، لسه ممكن تاخد معايا 4 ملايات كمان، يبقى عندي كده حوالي 6 ملايات في الصفة الواحدة. بصوا بقى نيجي للملاية اللي بعدها. تمام. على فكرة في عندي اصلا كمان ملايات يعني متطبقة لسه من المرة اللي فاتت. انا بصوا اهي دي جاهزة اهي، مش هتاخد مني وقت، هي متطبقة جاهزة، فهحطها كده جنب اخواتها اهو. طريقة سهلة وبسيطة. انا عايزة اقول لكم بجد المنظر تحفة، انتوا مش متخيلين، ولسه لما بيكمل بيبقى تحفة اكتر من كده كمان، يعني بجد بيبقى حاجة شكلها شيك قوي. ودولابك يعني كده يشرف، اللي هو حتى لا قدر الله لو انت عندك اي ظرف وبعتي حد مثلا ياخد ملاية ولا حاجة من دولابك او فوطة او حاجة، بتلاقي الدولاب شكله يشرف. تمام. وخصوصا بقى لو حماتك او اخت جوزك او الناس اللي هي بتحب تركز قوي في التفاصيل دي، طبعا عارفينهم الناس دي. فلازم تكوني من الاخر كده ست الستات ومخليه دولابك ده على سنجة 10. تمام. نحط بقى هنا كده الخدادية دي بتاعة الطقم السفري، وعندي هنا برضو طقم اهو، برضو ده سيفري. واحنا فهمنا دلوقتي يعني ايه سيفري، يعني خداديتين وملايتين ومن كل حاجة كده 2، يعني سريرين مع بعض. بصوا انا عايزة اقول لكم الرصة اللي تحت جميلة والرصة اللي فوق كمان جميلة قوي. شكل الدولاب بجد شيك قوي وتحفة، وفعلا الست النظيفة بتبان من دولابها. ثواني بس اثبت التصوير. بيبان لو الدولاب مكركب بيبان، وبيبان برضو لو الدولاب منظم. وده حاجة عشان راحتك النفسية انتي، انا ما بقولش ست نظيفة او مش نظيفة حد هيجي يقيمك، ده ليكي ولنفسك. النظافة دي والراحة النفسية دي ليكي ولنفسك. يعني انتي كده لما تكوني داخلة تاخدي ملاية وهتلاقي الموضوع منظم احسن بكتير من لما تكوني تاخدي مثلا ملاية وتلاقي الدنيا مش منظمة فتتسد نفسك، فولا تغيري الملاية ولا تاخدي ملاية ولا تعملي اي حاجة في يومك. فبصوا بقى عندي برضو هنا ده جزء منها اهو. عندي برضو دي ملاية اهي سيفري، حطها كده اهي، ومعاها برضو الخداديات بتاعتها. الملاية دي اللي كانت جاية مع لحافات الأطفال، لحافين كده مع بعض، لحافة الأطفال سوري اتلخبطت وأنا بتكلم. كانوا جايين كده 2 مع بعض بالملاية بكله. هنبدأ بقى كمان نطبق. بصوا دي لونها حلو قوي، بحبها قوي، هي مفروشة تدي شكل حلو، يعني حتى النقشة بتاعتها برضو ما هياش زيادة قوي عن اللزوم، لا حلوة كده وهادية. هنبدأ برضو كده نطبقها وناخد معاها الأجزاء اللي باقية بتاعتها برضو، المخدة يعني والحاجات دي اهو. تمام. خلصنا كده. دي كمان ملاية اهي، بصوا الملاية دي تحفة 3D، شكلها حلو قوي قوي في الفرش. بصوا انا عايزة اقول لكم بجد شكلها كده خيال، يعني حلوة قوي. هنحطها بقى هنا اهو في الصفة الرفيعة دي اللي بتاخد معانا برضو اجزاء كده حلوة من الملاية. عندي بقى هنا لحاف فايبر، ودول المخدات بتاعته ارميهم؟ لا طبعا، هنحط المخدات دي هنا كده بطريقة لطيفة برضو وشيك اهو.
كده في وسط الدولاب. تمام. واللي بعده بقى في برضو طقم ملاية اهو، اللي احنا كنا بننظمه اول حاجة خالص لو تفتكروه اهو. هنحطه في الكيسة بتاعة الخدادية بتاعته اهو. نلمه كده على بعضه. عايزه اقولك حتى يعني لو مش قادره تطبقي قوي وعايزه تلميها كده في كيس المخده، حتى لو كروته كده مش هتبقى باينه قوي. لان كفايه عندك ان شكل الاكياس كده منظم بتاع المخدات وشكلهم حلو قوي وشيك كده. طبعا اللي متبقي عندي دلوقتي ده عباره عن ايه؟ عباره عن خداديات بتاعت مفارش. تمام، دي زياده فهنحطها هنا الى حين نطلع المفرش بتاعها ونستخدمه. فبرضو عندي هنا مفارش او اجزاء من قماش كده ما كنتش بستخدمها، برضو ساعات بنحتاجها في التنظيف، فهشيلها هنا برضو كده على جنب اهو. اجزاء من ملايات كده. تمام. اتمنى بس تكون كل الشغل واضح معاكم. هنلمهم هنا كده اهو. ودي ملاية كانت تايهة كده معانا، نشيلها. فانا قلت لكم في حاجات اصلا انا مطبقاها من قبل كده، فدي اللي هتسرع معايا الموضوع، مش هتخليني اخد وقت كبير، بالعكس سهلت عليا الدنيا جدا. عايزه اقول لكم شكل الدولاب بقى في منتهى الجمال. هنطلع بقى للجزء اللي فوق ده، والجزء اللي فوق ده سهل برضو مش هياخد مننا اي وقت، بس حابه اوريكم كده الجزء اللي تحت اهو. بصوا بقى الجزء اللي فوق. تعالوا بقى نعلي التصوير معانا شويه علشان نعرف نطلع. نيجي بقى للجزء اللي فوق ده، واكتر جزء متعب شويه علشان هضطر ان انا يعني احاول اطوله كده بالعافيه. فهننزل الحفا والمفرش والدفايات والحاجات التقيلة دي، خلي بالنا بس علشان متقعش معانا ببهدل الدنيا. على مهلنا خالص اهو. طبعا ده المفرش اهو بيعمل كوارث، تقيل جدا بشكل غبي، وبصراحة حاجة كده ملهاش اي 30 لازمة، بس لازم نجيبه عشان محدش يقول علينا حاجة. الميزة الوحيدة فيه ان انا اشتريته لونه مش ابيض، ووقتها يعني ماما فضلت مصممة ازاي مفرش العروسة ده لازم بيكون ابيض او اوف وايت على الاقل، او اللون اللي هو البينك الزهري ده لازم يكون لون فاتح. لا انا صممت على رأيي، ما جبتهوش الا اللون ده. بصوا اللون ده تحفة، لما بيتفرش بيبقى حاجة في منتهى القمر كده. بصوا انا عايزة ابعد شوية عن الكاميرا عشان تشوفوا اللون بتاعه جميل جدا. عليه وردة كده في نص المفرش كده كبيرة، شكلها حلو قوي قوي قوي. بفرشه في اي وقت، يعني انا حتى مش حاطاه في شنطه ورمياه فوق الدولاب، لا انا عادي بستخدمه. تمام. بفرشه مثلا في العيد، بيدي منظر حلو قوي كده للدولاب. بفرشه بقى في الاوقات العاديه، مثلا لو عيد جواز او اي مناسبه كده جايه علينا لطيفه، ممكن عيد ميلاد مثلا او حاجه زي كده، بكون مزينه الدنيا وحطاه. المشكله الوحيده بس فيه ان هو مش لايق مع النبيتي، يعني لو اعرف ان انا مثلا في الاخر هجيبه اللون ده، لان انا كنت جبت خلاص الستاير والسجاد والحاجات دي كلها، وهو في الاخر بقى اشتريت المفرش بتاع الفرح ده او اللحاف بتاع الفرح ده. هو مفرش والحاف على فكره تقيل جدا وبيدفي جدا، لان انا كنت متجوزه في الشتاء، فكان لازم اجيب حاجه تنفع للوقت ده يعني. ففكرت ان انا احط تحته بطانيه او حاجه زي كده، لا لقيت ان انا عادي ممكن استخدمه لوحده، بيدفي جدا جدا وبجد تحفه. كنت جايباه نوع المجد. المجد معروف طبعا ان حاجته كلها شيك قوي حلوه قوي. طبعا دلوقتي يعني طالع حاجات تركي وحاجات كده، بس بصراحه على وقتي ما كانش فيه تركي والكلام ده.
على وقتي كان احسن حاجة هو المجد، فجبت وقتها المجد ده. المهم كنت جايباه تقريبا بحوالي 850 تقريبا 950 في الرينج ده، ما كانش اغلى من كده. وفي الوقت ده يعني كان غالي برضه، هو في الوقت ده ما كانش رخيص. دلوقتي بقى اللي طالع المفارش بتاعة العرايس بتبقى سادة خالص، مفيش عليها وردة ولا أي حاجة، هو برضو سادة على فكرة، مفيش غير الوردة اللي في النص دي. ولو حابة ان انا اشيلها هشيلها عادي ومش هيحصل اي حاجة ولا هيبقى فيه مشكلة. بس انا حابة شكلها لان هي شكلها شيك ولايقة مع الكورنر اللي في اخر اللحاف. فيه زي كرانيش كده خفيفة كده، فشكلها لذيذ يعني، هي اوريجانزا عموما. فالاوريجانزا مع الستان مدين شكل حلو. لو كنت حاسة انها حاجة اوفر او فيها جليتر كتير او شكلها مش لذيذ، ما كنتش سبتها، كنت شلتها طبعا. فبصوا هو شكلها حلو، وفي نفس الوقت فيه تطريز هادي خالص كده اهو، مش عارفة واضح ولا لأ. اهو التطريز بتاعه رقيق كده وناعم قوي، ومن نفس اللون الموف، يعني مش واخد بقى لون كمان بينك مع احمر مع الوان كتير كده مخلطين في بعض، لا، هو لون موف بس. فمدي الشياكة قوي، وكل بصراحة اللي يشوفه يعني يقول لي حلو قوي ولسه ماشي مع الموضة والوقت بتاع الأيام دي. بس الميزة الوحيدة فيه ان هو باللون ده، لو كنت جبت معاه ستاير لونها موف غامق او بتنجاني، بعشق اللون ده، اللون ده بجد يعني بتاع الناس كده الراقية قوي. فلو كنت جبت اللون ده في السجاد وفي في الستارة، كانت بجد بقت أوضة نوم عالمية. لكن انا وقتها جبته نبيتي. دلوقتي كمان بقى ممكن اغير. طلع دلوقتي اللي هو السجاد التركي ده، في منه في اللون الازرق، وفي منه على اللون الكشمير، وفي منه على الوان تانية لذيذة قوي طالعة جديدة كده، في الجري الغامق والجري الفاتح، درجات الرمادي كلها. طالع منه بجد الوان حلوة قوي 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 وشكلها لذيذ قوي. فممكن يعني الخطة الجاية كده نغير السجاد بتاع الأوضة كله. هو مش سجادة عموما، هي يعني زي شرايط كده، فمش هتبقى غالية قوي او التكلفة مش هتبقى عالية قوي. يعني اعمل حسابي مثلا في حوالي 2000 جنيه او حاجة. واغير برضو الستارة بتاعة البلكونة، هتبقى أوضة النوم كده، مش محتاجة كلمة، هتبقى حاجة شيك أوي ولذيذة أوي. تمام. فعايزة أقول لكم إن عموما مفرش العروسة ده ما بيتجابش بس اليوم الفرح، إن انت تفرشيه يوم الفرح وبعد كده بترميه، لأ، افرشيه واستمتعي بحاجتك وانبسطي بيها كده كده. يعني بتستعمل على طول مفيش مشكلة. بس نصيحة، بلاش الأبيض، ممكن أوف وايت لذيذ برضو، بس الأبيض الصريح ده مش بيبقى ألطف حاجة، ولا لون ولا شكل بصراحة، وكمان مش عملي بعد كده. كمان عادي ان انت تستخدميه، بس اهم حاجة ما تغسلهوش في الغسالة. انا ممكن بملى البانيو لحد الاخر كده واحطه فيه، واحط يا دوب بس معاه شوية دوني او اي حاجة كده معطرة، بتبقى ريحته وهم، وفي نفس الوقت هو مش محتاج غسيل لان هو ما بيكونش مبقع، يعني هو يا دوب بس بيكون لونه ابتدى يبهت شوية عايز يتغسل. ريحته مش لذيذة عشان مفروش طبعا على السرير. فبس يعني هو بيبقى ياخد شطفة كده مش اكتر، ومش اكتر من كده، مش محتاج غسالة يعني، لان لو حطيتيه في الغسالة عموما هيبوظ وهيبوظ الغسالة. هو تقيل على الغسالة لما بيكون جواه مية. والبطاطين عموما انا ضد فكرة ان البطانية تتغسل في الغسالة، دي فكرة سيئة بجد، انت بتدمري الغسالة بتاعتك ايا كان نوعها، سواء نص اوتوماتيك او اوتوماتيك كامل. بتدمريها وبتبوظي الحلة بتاعتها. انت متخيلة بتحطي فيها بطانية حوالي 8 كيلو، بتحطي معاها المية بتاعتها بيبقى 8 كيلو كمان، انت متخيلة بتعملي ايه في الغسالة؟ تحطي جاموسة جوه الغسالة. فكده اوفر. وما ينفعش ان انت تقلي كده على غسالتك. اخرك خالص لو حابة ان انت تغسليهم يبقى في البانيو، لو ما فيش عندك بانيو ما فيش اي مشكلة. طبق كبير او طشت كبير اللي هو الألمونيا ده، بيبقى العرايس مثلا في القرى وفي الأماكن دي بيجهزوا بيجيبوا معاهم الطشت اللي هو الكبير ده، وبصراحة هو عملي جدا جدا ومفيد، وتقدري تستخدميه لحاجات كتير. ممكن تغسلي فيه كمان الحافظة بتاعة السجاد،
برضو حافظة السجادة انت لو غسلتيها في الغسالة انت بتقللي من عمرها ومن عمر الغسالة، هتبدأ تنتش معاكي كده وتبدأ تبوظ منك، وهتبقى في الآخر يعني شكلها كأنك جايباها من 90 سنة. فحرام تبقى جايبة الحاجة غالية وحلوة وتبوظيها مثلا عشان غسلة مش مستاهلة. فهنبدأ بقى نطبق الأستاذ ده معاكم دلوقتي، بس هو ليه طريقة تطبيق كده معينة، بياخد يعني مكان وحجم شوية في الدولاب، فهقول لكم على طريقة حلوة قوي للتطبيق. بصوا، نسمي الله بس كده ونتوكل على الله، انه عايز مجهود شوية، فنحاول كده على قد ما نقدر اننا على مهلنا كده اهو. بسم الله. بناخد الطرف على الطرف اهو، طرف اللحاف على طرفه التاني، اتأكد بس ان الطرفين عندنا مظبوطين اهو. تمام، اظن واضح معاكم على مهلك خالص كده. ونبدأ نقفله كده، طبقه عادي خالص اهو. هو بس تقيل شوية، ف بيتعب في تطبيقه. وبعدين نلمه 4 كده على بعض، وبعد كده لو قدرتي تبرميه على قد ما تقدري، لفيه كده اهو، يعني لفي على قد ما تقدري كده في اللحاف، ان انتي تخليه في الاخر شكله ملفوف كده ومبروم وحلو كده في نفسه. اهو بس. هنبدأ كده نحطه في الدولاب، فهوقف الفيديو دقيقة بس لحد ما احطه. يلا بينا بقى نشوف الشغل اللي تعبنا جدا. بجد اخد بس نفسي، لان بصراحة لحد ما طلعت الدولاب من فوق كده طلع عيني بجد. وانا عندي سلم بس انا مكسلة ان انا اطلع السلم دلوقتي، بخاف بصراحة ان انا استعمله وانا لوحدي في البيت. بحب لما استعمل السلم يكون في حد تاني معايا، يعني جوزي مثلا او كده، علشان لا قدر الله لو حصل اي مشكلة، لو وقعت لو اي حاجة من دي، يعني الاقي اللي ينقذني. ما ينفعش اكون لوحدي. تمام. فبصوا، دي رصة الفوط ورصة الملايات. دي الصفة اللي بعدها رصة برضو الملايات. تمام. عندنا هنا بقى رصة اللحاف فوق. بصراحة على ما طلعته فوق كده كده كان ابتدى يفك من بعضه. لكن لازم ان انتي تكوني واقفة على سلم او حاجة زي كده علشان الدنيا ما تفكش معاكي من بعضها. طيب ايه اللي تحت خالص ده؟ اللي تحت خالص دي ملايات لسه جديدة اهو، هوريها لكم اهي. بصوا، دي ملايات لسه جديدة، انا لسه عيناها ما استخدمتهاش لسه بالاكياس بتاعتها بالعلب بتاعتها. يعني على الاقل لما اللي عندي دول يقدموا شوية هبدأ استخدمهم. تمام. عايزة بقى اقول لكم كام نصيحة كده لو انت عروسة وبتجهزي، من اول الفوط لحد المفروشات لحد الهدوم، كل حاجة كل حاجة. عموما يعني الملايات متغلطيش غلطتي وتكتري، ما تجيبيش ملايات كتير من البداية. هيجي بعد كده عليكي وقت وهتلاقي ملايات تانية طالعة أجمل وحاجات طالعة أشيك والموضة بتختلف. أنا بصوا يعني أنا غلطت غلطة رهيبة وبعترف بده، إن أنا جايبة كمية ملايات لا حصر لها. تحت اهوت كمان بصوا لسه جديدة بالاكياس بتاعتها، يعني انا ممكن اجهز منها ولادي كمان. انا طبعا بهزر، اكيد مش هشيلهم منها يعني، لان هم على وقتهم هيكون طلع حاجات تانية احدث واشكال احلى، فاستحالة هظلمهم يعني وهديهم منها. وطبعا اكيد يعني مش هبيعهم، فمضطرة ان انا اعينهم لحد ما دول يتبهدلوا شوية في الاستخدام، يبدأ لونهم يروح، يبدأوا يقدموا كده شوية او يحصل فيهم قطع او حاجة زي كده. بفضل بقى اطلع من الجديد اللي عندي. بس المشكلة ان احيانا بيعجبني اشكال تانية جديدة من اللي طالعة جديد دي،
فبالتالي باضطر إن أنا أشتري جديد وأركن القديم اللي لسه ما استعملتوش، اللي هو مش قديم، ده هو جديد أصلًا في الأكياس بتاعته، فاضطر إن أنا أعينه وما استخدموش وكده، فهيفضلوا متعانين إلى ما لا نهاية لحد ما ييجي وقتهم كده واستخدمهم. حتى لو حبيت أهادي بيهم حد، كل واحد بصراحة بيهادي بقيمته، فمش حابة إن أنا يوم ما هادي بملاية مثلًا، طبعًا الملاية قيمتها مش قليلة، هي قيمتها كويسة، بس يوم ما هادي بملاية لازم أكون باهادي بملاية تكون على الموضة أو تكون لسه trend في الوقت ده أو جديدة، يعني رسمتها جديدة. إنما أنا لو مثلًا جيت هديت بملاية رسمتها قديمة شوية، مش هيبقى حاجة لطيفة، يعني مش هتبقى ألطف حاجة. فالفكرة في الموضوع يعني كده، إن إحنا ما ينفعش نهادي بحاجة شكلها مش لذيذ أو مش لطيفة، أو تكون مثلا عندنا بقالها كتير هيبان إن انتي كنت جايباها في جهازك وما استخدمتيهاش. طيب بالنسبة للفوط، الفوط بصراحة هي اللي عقلت شوية من ناحيتها، ما كترتش فيها. أنا كنت جايبة علبة فوط قطن، كانت 6 قطع، وكنت جايبة علبة فوط قطيفة برضو 6 قطع، وعلبة فوط تانية قطن بس مخططة كده، يعني شكل تاني غير السادة الأولانية، برضو كانت 6 قطع. ففي المجمل العام ما كانش كمية الفوط كبيرة، ما كانتش كتير، يعني حوالي كانوا 16 18 فوطة، سوري، كانوا 18 فوطة، فما كانوش كتير يعني معايا، كانوا حلوين. استخدمت منهم على قد ما استخدمت، وفي الاخر برضو هم لسه تمام، فما كترتش في الفوط، يعني جيت استنصح عند الفوط شوية. تمام. حاجة تانية بقى عايزة اقول لكم برضو عليها، بالنسبة للحفة والبطاطين والحاجات دي، برضو ما نكترش منها. برضو بيطلع اشكال تانية جديدة، بتطلع حاجات تانية جديدة، وملوش لازمة ان انتي يعني تعملي ديون كتير على اهلك وكده، وتصرفي مصاريف كتير على شوية مفروشات في الاخر. الحاجات دي ملهاش لازمة، غير انها سوري يعني في الكلمة منظرة كدابة، والناس كده كده بتتكلم سواء جبت كتير او جبت قليل. يعني انا مثلا كنت جايبة حاجات كتير، الناس اتكلمت قالت ايه، قالت جايبة حاجات كتير، طيب انا كده استفدت ايه؟ لو كنت قلت جايبة حاجات قليلة برضو ما كنتش هستفيد حاجة. في جميع الأحوال كده كده انتي مش هتستفيدي حاجة من كلام الناس يخبطوا دماغهم في الحيطة. دي حياتك انتي ودي حاجتك انتي اللي هتستخدميها، محدش ليه عندك حاجة. تمام. وكل فترة كده بتكتشفي ان بجد طز في الناس، والله احنا عاملين لهم يعني قيمة، وعاملين لكلام الناس قيمة، وهم بجد ملهمش لازمة. محدش ليه عندك انت جايبة قد ايه او مش جايبة او عملتي ايه او ما عملتيش ايه، محدش ليه انه يتكلم في حاجة زي دي اصلا. فبراحتك، هاتي الحاجات اللي هتستخدميها بس، هاتي الحاجات العملية بس اللي يعني هتستخدميها على قدك. انا كنت مالية دولاب الاطفال، حاطة فيه حاجات كتير قوي. كمان عندي لحافين اطفال، عندي بطانيتين اطفال، و الدفايات اللي هي بتاعة الأطفال والحاجات دي كلها. عايزة أقول لكم لما بدأت أستخدم سراير الأطفال، يعني أكيد أول سنة جواز ما بنشغلش أوضة الأطفال دي خالص ولا بندخل ننام فيها، بس مع أول بيبي بقى بتبدأ تشتغل. بتبقى أوضة النوم صغيرة على إن انتي تنامي فيها انتي والبيبي وجوزك، فبتضطري إن انتي تدخلي أوضة الأطفال. فبالتالي أنا بدأت أستخدمها من الوقت ده، قبل كده ما كنتش بستخدمها خالص. وكنت عايناها يعني كده بأكياسها، المراتب نفسها كان لسه عليها الأكياس بتاعتها. عايزة اقول لكم بقى دلوقتي مثلا بقى في حاجات تانية بتعجبني، في حاجات عايزة اشتريها مختلفة وجديدة، بشوف موديلات بتطلع اجدد. ملايات الاطفال دي مش لذيذة ان انت تحطي ملايات اطفال طول الوقت، اوقات بتبقي حابة ان انت تغيري، تحطي ملايات اللي هي السيفر دي، اللي هي شكلها يعني رسمة عادية، بس ملايتين شكل بعض وخدادين شكل بعض ومخدتين شكل بعض وكده يعني. تمام. فمش طول الوقت هتبقي حابة رسمة الأطفال. كمان أنا أوضة الأطفال عندي كده ليها حكاية لوحدها، وأنا يعني بعمل الخشب بتاعي، أنا عاملاه عمولة مش شارياه جاهز. وأنا بعمل أوضة الأطفال بتاعتي، بعد ما خلاص
فاضل لي يومين وهستلم العفش بتاعي، وجوزي كان رايح يشوفه كده ويتمم عليه ان كله تمام ويدفع باقي فلوسه وكده. آه، شاف اوضه اطفال تانية عجبته، برغم ان اوضتي كانت خلاص خلصت، يعني الاوضه اللي انا كنت مختارها كانت خلصت. شاف اوضه تانية عجبته وقال للنجار انا مش عايز استلم اوضتي اللي انا دفعت فلوسها واللي انا شاريها، انا عايز اوضه زي دي بالظبط. هقول لكم الاوضه التانية دي شكلها ايه، وهقول لكم الاوضه اللي انا كنت مختارها ايه. الاوضه اللي انا كنت مختارها كان لونها ابيض، وظهر السرير كده كان على شكل دبدوب، وكانت اوضه اطفالي من الدرجه الاولى. تمام، كانها طفل بالظبط، يعني كانها بس للاطفال. لما شاف الاوضه التانية عجبته. الاوضه التانية عباره عن سريرين كابوتونيه، والظهر بتاعهم لونه لون البتنجاني اللي هو لون المفرش اللي انا بعشقه ده. وكمان الدولاب بتاعهم فيه برضو ضرفة منه كده كابوتونيه، بس مش جرار، هو دولاب باب من اللي بيتفتح عادي. والحمد لله ان هو ما عملوش جرار، لان الباب الجرار ده مقرف لما يكون عندك اطفال بيفضلوا يفتحوا ويقفلوا في الدولاب وينزلوا الحاجة على الارض ويرجعوا بقى يبهدلوك الدنيا. فالحمد لله ان هي مش دولاب جرار، لا باب عادي بقفله كده على بعضه، واقفله بالمفتاح عشان الولاد ما يفتحوش ويقعدوا يوقعوا اللي فيه. فالمهم ان هو وقتها قال له تمام ما عنديش اي مشكله، وانا اصلا لما جيت انت تختار، لان النجار يعني معرفه وكده، فقال له انت لما جيت تختار وقلت ان انت حابب اوضه الاطفال دي، انا ما رضيتش اناقشك وقلت لك ماشي اتفضلها وكل حاجه. بس لما ولادك هيبداوا يكبروا شويه، يوصلوا مثلا لمرحله 15 سنه او اقل من كده كمان، مش هتعجبهم الرسمه دي خالص، مش هيعجبهم جو الاطفال اللي انت عامله ده، وهيبدأوا يدوروا على أوضة شباب. يعني أوضة تكون شكلها شبابي مش بالشكل ده. فهتضطر ساعتها ان انت تغير لهم أوضة النوم، وساعتها هتبقى التكلفة أعلى، وساعتها برضو انت ما تضمنش الخشب وجودته عامل ازاي. وطبعا ما شاء الله الدولار رفع النهاردة، فكل حاجة عمالة بتغلى زي ما انتوا شايفين، مفيش حاجة هتفضل على سعرها، وكل حاجة كمان جودتها بتقل. يعني اللي جهزت من زمان مش زي اللي جهزت دلوقتي. الأطقم والهدوم والملايات والحلل والحاجات دي كلها أكيد جودتها زمان بتختلف كتير جدا عن جودة دلوقتي. كل ما الحاجة بتغلى كل ما المصانع بتقلل من الجودة علشان تقدر يطلع لها برضو ربح، وتقدر ان هي تكمل شغل. تمام. فوقتها بصراحة على قد ما انا اتضايقت ان الحاجة اللي انا كنت مختاراها وخلاص يعني هتبقى في شقتي كمان يومين، خلاص بقى وهشوفها ومبسوطة بيها، وعمال بقى يصورها لي ويبعت لي ويقول لي تمام خلاص الشغل كله تمام والدنيا كلها تمام، اكتشف في الاخر ان احنا لا ناخد القرار في ثانية. هو طبعا اتصل عليا قال لي ايه رأيك، هعمل واحد اتنين تلاتة، هغير الأوضة دي هسيبها له. هو قال له خلاص سيبها وانا هعرف ابيعها انا بمعرفتي، وعمل له الأوضة دي اللي احنا اخترناها الجديدة دي في خلال يومين اتنين بس، اتنين بس، وكانت الأوضة دي خلصانة بالكومودينو بتاعها بالتسريحة بتاعتها بالدولاب بالسريرين الاتنين، يومين اتنين. وكان مشغل الورشة عنده كلها على قدم وساق زي ما بيقولوا كده، علشان العفش بتاع العريس هيروح كمان يومين، فخلاص مفيش وقت. فيومين بالظبط وكان خلص، ووديناها هي أول حاجة الشقة، وبعد كده ودينا غرفة النوم، وبعد كده جبنا بقى الانتريه. وكنت هعمل كمان ركنة بس ما عملناهاش، جينا في الاخر بصراحة والفلوس يعني جابت معانا كده شوية مشكلة، فما قدرناش ان احنا نعملها. وعملت برضو النيشين بتوعي، كنت عاملاهم كده نيشين اللي هم ايطالي الصغيرين، مش النيش اللي هو الكبير اللي هو 3 غرف ده، لأ نيشين صغيرين كده. فدول اشيك حاجة بصراحة برضو عندي في الشقة، والجزامة ومكتبة التلفزيون، والمطبخ بتاعي بقى برضو كان راح الشقة. وبعدها بيومين كنت انا وديت حاجتي والحمد لله كل حاجة كانت جاهزة. بدأت أفرش الشقة وكان شكلها حلو قوي. ف يعني نخلص من نصايح المفروشات، ندخل على السجاد. السجاد بجد اهتمي جدا ان انتي ما تجيبيش السجاد الوان فاتحة. مفيش عروسة اشترت السجاد بتاعها الوان فاتحة وما ندمتش، بجد. اي عروسة جابت الوان فاتحة بتندم.
واضطرت ان هي تشيله او تحط عليه حفاظات، ومش مستمتعة خالص بلونه. اللي طالع دلوقتي في السجاد اللون اللي هو الابيض، معاه اوف وايت، معاه كشمير، معاه بيبي بلو، في الوان تانية ازرق مع جراي. مع الالوان دي حلوة قوي، الالوان اللي هي مثلا ازرق مع جراي او الالوان دي. طبعا كله على حسب لون العفش بتاعك، بس برضو نصيحة، لون العفش بتاعك نفسه يكون في الغوامق. عايزة تفتحي وعايزة تدي وسع للمكان عندك، فتحي في الحيطة. يعني الحيطة اعمليها بيضة، اعمليها ابيض خالص، مش حتى فانيليا لاتيه او اللون اللي هو بيبي بلو. انا كنت عاملة الحيطان عندي بيبي بلو، بس بعد فترة خليتها كلها ابيض، الشقة كلها عندي ابيض في ابيض. بعشق اللون الابيض، بيدي وسع ومساحة رهيبة، بيدي راحة للعين بجد لا توصف، بيدي إضاءة كمان في المكان. يعني لو انت حاطة حتى لمبة واحدة، الأبيض بيساعد على الإضاءة. تمام. ف من الحاجات المهمة برضو السجاد يكون غامق على قد ما تقدري. انا عايزه اقول لكم برضو الحمد لله، الحمد لله والله ده توفيق من ربنا مش اكتر، ان انا وقتها ما اتجننتش وجبت السجاد فاتح. انا وقتها كنت بزن جدا على ان انا اجيب السجاد فاتح. كنت عاجبني قوي النظام التركي بتاع المسلسلات التركي بقى اللي كانت واكله دماغنا كلنا في الوقت ده. عايزه سجاده فاتحه يا ماما، عايزه الصاله عندي تكون سجاده فاتح، اوضه النوم يكون سجاده فاتح. كنت كمان حابه السجاد اللي هو الشاج اللي هو ابو وبره عاليه ده. الحمد لله ان انا ما جبتوش. جبت بس سجاده واحده شاج. عايزه اقول لكم الوبره بتاعتها بتهبط، مقرفه. لو عندك طفل وقاعده بتاكليه ووقع منه حبايه رز بس على السجاده، بتكلفت في بعضها كده وبتبقى عامله زي حد شعره منكوش كده ولزق في بعضه. ومقرفه بقى لما بتيجي تكنسي بالمكنسه ما بتعرفيش تطلعي منها اي حاجه. حلها الوحيد عشان تنضف لازم تشيليها على قلبك وتروحي تنفضيها، تفضلي تنفضي فيها كده لحد ما يتهد حيلك، علشان يطلع منها التراب او يطلع منها الرز او بواقي الاكل او اي حاجه وقعت عليها. طبعا كلنا عندنا اطفال وعارفين يعني ايه طفل بياكل، بيبهدل الدنيا. حتى لو انتي بتاكليه غصب عنك هيقع منك بعض الفتافيت كده، فتافيت بسكوت بقى. كمان الشعر لما بيقع عليها، كلنا طبعا لازم بيقع شعر من شعرك وانتي ماشية كده في الشقة، سواء بتسرحيه او لا، ده طبيعي يعني. فبينزل بقى كده شعرات من شعرك على السجاد، بتمسك فيه بطريقة غبية ما بتطلعش منه بسهولة خالص، حاجة بجد مقرفة. فالسجاد الشاك ده مقرف، بعيدي عنه. لو ببلاش أرجوكي ما تجيبوهوش. السجاد الفاتح مقرف برضو، لو ببلاش بلاش تجيبيه، بجد يعني حاجة مقرفة جدا. عايزة تجيبي سجاد فاتح مفيش مشكلة خالص، هاتي مثلا أزرق في جراي معاهم تخطيطة بسيطة كده اوف وايت، شكله هيبقى شيك جدا صدقيني، وفي نفس الوقت هيبقى حلو قوي. تالت حاجة بقى، ما ينفعش تجيبي سجادة منقوشة مع انتريه منقوش، هيبقى بجد منتهى العك. الانتريه لازم يكون سادة والسجادة تكون منقوشة، او العكس. لو الركن عندك او الانتريه منقوش يبقى السجادة سادة. لو عندك الاتنين منقوشين صدقيني هتحسي بدوشة وصداع، وهتحسي كده ان الشقة عندك بتزغرط كده من الالوان ومن الرسومات الكتير. على فكرة الرسومات الكتير دي بتتعب الاعصاب جدا، بتخليكي زهقانة كده طول الوقت ومهيبرة. فنخلي بالنا كده من النقط الصغيرة دي عشان بتفرق جامد جدا. فخلينا كده متفقين ان سواء السجاد او المفروشات عموما ما يبقاش فيها نقشة كتير. يا اما لو عندك الاوضه ساده او الانتريه ساده يبقى تخلي السجاده منقوشه، لازم كده المعادله بتبقى بالشكل ده. لان لو اكتر من كده انت اللي هتتعبي وهيبقى مضايقك المنظر. وكمان اهم حاجه النقوشات الكتير او الحاجه اللي منقوشه كتير قوي دي بتضيق البيت، بتضيق الصاله. لو تلاحظي فيديوهات الاجانب عموما، لما كنت بعمل شقتي كنت بحب اتفرج قوي على الفيديوهات بتاعت الاجانب. باحب أشوف ذوقهم في كل حاجة. ذوقهم جميل جدًا، كل حاجة عندهم كده منمقة ومنظمة، وبيحبوا أوي الحاجات السادة كلها كده.
الحاجات السادة دي بتدي وسع رهيب كده للمكان وبتبقى شكلها حلو قوي. كمان حاجة مهمة جدا بالنسبة للستاير، الستاير والبرائع اللي كانوا بيعملوها زمان، دي مش هقول من زمان قوي لان زمان ده كان وقتي برضو، فمن كام سنة يعني لحد سنتين فاتوا او لحد السنة اللي فاتت كان الناس كلها بتحب البرائع وتقولك برقع الستارة ده اشيك حاجة في البيت وكده. هو انا هتفق معاكي ان البرقع بتاع الستارة ده هيكون شيك في حالة واحدة، لو انت عاملة الستايل بتاع شقتك كلاسيك، لو الانتريه عندك كلاسيك، لو اوضه النوم عندك كلاسيك. طبعا كلنا عارفين يعني ايه اوضه نوم كلاسيك واوضه نوم مودرن. وعموما يعني هقول لكم اوضه النوم الكلاسيك اللي هي بتبقى لونها بني كده او لونها اسود مثلا، وفيها نقوشات كتيره كده وشكلها فخم كده زياده عن اللزوم، بس بتبقى يعني خنيقة شوية. ما بحبش انا الشغل الكلاسيك ده وبحس ان هو من زمن تاني، بس في ناس تانية بتحبه بتحس ان هو حاجة فخمة اوي وحاجة شيك اوي. المهم، ده اللي يليق معاها البراءة، تحسوا كده ساعتها ان اوضة النوم فخمة قوي وكأنها كده من زمن تاني، من زمن الناس الراقية قوي. عارفين اوضة نوم سوريا ابو الفضل اللي هي كانت لونها كده ذهبي وفخمة واوفر كده في شكلها؟ طبعا عشان هي كانت صاحبة معرض موبيليا بقى فلازم تجيب احسن حاجة بقى واغلى حاجة من وجهة نظرها يعني. فعموما دلوقتي الاشيك او الالطف او بنات كتير قوي بتفضلوا المودرن. المودرن يا جماعة حلو قوي، خصوصا ان المسلسلات التركي كلها بقت واكلة عقلنا. المسلسلات الاجنبي، الافلام الاجنبي، الحاجات دي كلها مفيش حد هناك بتلاقيه عامل حاجة كلاسيك. الحاجة الكلاسيك دي بتاكل الأوضة، بتضيق المساحة جدا وبتخطف النظر كده وبتبقى اوفر بجد، بيبقى شكلها صعب، كمان صعب قوي في تنظيفها. يعني انت متخيلة عشان تقعدي تنضفي الحتت الصغننة دي انت محتاجة كام ساعة عشان تنضفي الأوضة؟ لكن المودرن هو الشيك بقى دلوقتي، والناس كلها حابة ان هي تجيبه، حتى الناس اللي عندها اوض نوم كلاسيك او قديمة مثلا. مش قديمة بمعنى كلمة قديمة، لا، يعني هم مثلا كانوا حابين يعملوا الستايل الكلاسيك ده، بتلاقيهم ابتدوا يغيروا وعايزين يدخلوا على المودرن ويعملوا أشكال جديدة، يحدثوا كده زي ما تقولوا كده، بيرجعوا شبابهم معاها. فبجد المودرن حلو قوي، شيك قوي وشكله كده لذيذ كده وروش، وفي نفس الوقت مش بياخد منك وقت في التنظيف، بيدي راحة نفسية رهيبة. أوضة النوم عندك لما تبقى لونها أبيض في أبيض كده، يعني بصوا، أنا أوضة النوم عندي جميلة جدا، بحبها جدا جدا. بصوا، ده الدولاب، انا هقفل لكم الدولاب دلوقتي عشان تشوفوا لما الدولاب بيتقفل بيعمل شكل عندي عامل ازاي. بصوا، بصوا الموجة اللي اترسمت دي اهو، ده دولابي يا جماعة. تمام، ده الدولاب بتاعي اهو، شكله تحفة. السرير برضو شكله حلو قوي. تمام، فدي اوضه النوم بتاعتي برضو، السرير برضو شكله لذيذ قوي، نفس كده الابيض في اسود ده او الشطرنج ده زي ما بيسموه. انا بحب بجد شكلها قوي. وحتى لو يعني لو حبيت ان انا اغير فيها حاجة، مش هغير فيها حاجة، انا عاجبني شكلها والهدوء اللي فيها. كمان الاوكر عاجبني انها سيلفر كده ورقيقة. بصوا شكلها لذيذ قوي، حلوة قوي قوي كده. وعلى فكرة البتاعة دي من اللي هي، بصوا، اللي هي بتخربش دي، عارفينها اللي هي بتعمل صوت كده دي. الاوكر دي شكلها لطيف قوي وشيك كده وبنت ناس قوي. بصوا، فيعني لو هنصح حد بصراحة ان هو يعمل، يبقى اولا ما تجيبيش غرفة نوم جاهزة، بلاش خشب عموما جاهز، الخشب تعمليه عمولة احسن، اضمن واحسن وحاجة تعيش معاك العمر كله، وفي نفس الوقت فلوسك مضمونة فيه. ده حتى يعني الركنة والانتريه او الحاجة اللي انتي هتجيبيها مثلا هتكون ظهرها ايه، سوري انا نسيت. اه، اللي يكون مثلا ظهرها متنجد او حاجة زي كده، آم، برضو انت بتبقي ضامنة لان انت اللي بتبقي شارية القماش بتاعها. الحاجة العمولة عموما انت اللي بتشتري القماش، وانت اللي بتشتري الاكسسوارات، انت اللي بتشتري الاوكر، او جوزك يعني عموما. انا قصدي بمعنى الكلام ان انتوا يعني انتوا كعريس وعروسة بتبقوا ضامنين حاجاتكم قوي، كل حاجة انتوا شارينها بايديكم،
طبعا وانتوا رايحين تشتروا الراجل مثلا بيعرض عليكم اللي بيبيع يعني، يقول لكم مثلا اجيب لكم نوع الاوكر دي ولا اجيب لكم نوع اغلى شويه. طبعا كل الناس بتحب تدور على احسن حاجه واغلى حاجه اللي تعيش معاها العمر كله. فبصراحه شغل العموله احسن 100 مره من انك تجيبي حاجه جاهزه. حتى الانتريه والركنه لما تجيبيهم برضه عموله بيبقوا احسن بكتير، لان انت اللي بتجيبي الحشو بتاعه. تمام. يعني الانتريه عندي الحشو بتاعه عامل ازاي؟ عبارة عن حاجة اسمها اسفنج مضغوط. الاسفنج المضغوط ده اسفنج لونه زيتوني كده غامق. تمام. بيكون ارتفاعه حلو جدا. مهما قعدتي على الانتريه ده او حتى اتنططتي كده عليه، او الاطفال لعبوا او عملوا اللي هم عايزينه كله، ما شاء الله الانتريه ما بيهبطش. حلو جدا. الاسفنج ده بصراحة يعني هو حقه كده وزيادة. لكن الحاجات الجاهزة بتبقى شكلها شيك وكل حاجة. بس الفكرة ان الاسفنج بتاعها بيهبط بسرعة، الركنة بتهبط بسرعة او الانتريه بيهبط بسرعة، وتحسي كده كأن الحاجة ادمت وانتي ملحقتيش اصلا تستخدميها. فبيبقى شكلها مش لطيف خالص. بتحس ساعتها ان انتي دفعتي فلوس على الارض. يعني انا قبل ما اشتري اصلا نزلت دمياط واتفرجت ولفيت، وبصراحة لحد اخر وقت كان في حاجات مبهرة انا شفتها كنت هشتريها خلاص. يعني كنت في الاخر هجيب جاهز، مش هعمل عمولة. وقلت بقى الاسهل الجاهز وده اللي انا ضمناه وشكله حلو اهو قدامي وخلاص. لكن كان معايا نجار ساعتها قال لي لا، بلاش. وهتعرفي في الاخر بلاش ليه. احسن علشان انت مش ضامنه الحاجه دي، مش ضامنه الخشب نفسه اللي انت جايباه يكون خشب ولا ورق كرتون مضغوط. ايوه اللي سمعتوه ده صح فعلا. في ناس ما عندهاش ضمير خالص بيعملوا اوض نوم او بيعملوا مطابخ او بيعملوا اوض اطفال من الكرتون المضغوط. انتوا متخيلين المنظر هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى شكلها حلو جدا لكن مش هتكمل معاكي سنة واحدة. فبصوا يعني ده ما شاء الله ده خشب انا متأكدة منه ان هو خشب. بصوا بتعرفوا ازاي ان هو خشب كده؟ بتيجوا تخبطوا عليه اهو، يعني الصوت كده بيديكوا احساس ان هو خشب، مش ورق كرتون، مش حاجة خفيفة. الدولاب نفسه تقيل. الضرفة بتاعة الباب نفسها تقيلة كده. تمام. شغل معمول صح وحلو جدا ومظبوط. فبجد يعني خلوا بالكم وانتوا بتدفعوا فلوس، دي حاجة العمر اللي هتستخدموها عمركم كله. كمان اخر نصيحة واهم نصيحة بالنسبة للهدوم. بالنسبة للهدوم بتاعة العروسة، انت لما بتيجي يعني تتجوزي وكده وتجهزي، ممكن تنزلي المحلات تبقي عايزة تشتري المحل كله. أرجوكي بلاش. أول ما هتتجوزي هتدخلي على حمل وولادة ورضاعة وجسم بيتغير، يا بتتخني قوي يا بتخسي قوي. الحاجات مش هتبقى مظبوطة ومش هتبقى على مقاسك. ده غير الأهم في الموضوع كله إن الموضة بتتغير. موضة الحاجات كلها بتتغير. لبس البيت نفسه كل سنة بيطلع موضة جديدة. فالأفضل إن انتي لو هتجهزي مثلا وانتي في بيت باباكي وحابة ان انتي ما تجيبيش حاجات كتير، يا دوب بس تجيبي حاجات على أول سنة جواز كده وتبدأي السنين اللي بعدها تشتري كل ما يطلع حاجة جديدة. ممكن لو ظروف والدك تسمح يسيبلك مثلا فلوس، او يحطلك الفلوس دي في شهادة استثمار او يديهم لك كده على هيئة ذهب او حاجة من دي، وتبدأي ان انت كل فترة تسحبي من الفلوس دي وتجيبي اللي انت عايزاه. لو طبعا ظروفه ما تسمحش، وده عند اغلب الناس وما فيهاش مشكلة خالص، بالعكس هو اصلا والدك مش مجبر ان هو يجهزك. والحقيقي يعني ان المفروض اصلا الزوج هو اللي بيجهز كل حاجة. لكن احنا في مجتمعنا يعني بنعمل ده كنوع من انواع المساعدة، ان البنت بتجهز برضو وبتجيب نص الحاجة والراجل بيجيب نص الحاجات التانية علشان البيت يكمل. وما بنعتبرش الموضوع يعني فيه اي مشكلة، لا بالعكس دي شراكة. او جوازة كده بنكملها احنا الاتنين مع بعض، او بيت احنا بنبنيه احنا الاتنين مع بعض. فممكن ساعتها بقى تاخدي من جوزك كده وتنزلي تجيبي كام حاجة كده في كام حاجة. وطبعا مش لازم ابدا تفتحي الدولاب وحد يشوف خصوصياتك وحد يشوف لبسك. لو حد عايز يتفرج على المفروشات مفيش مشكلة يدخل يتفرج على المفروشات، انما يتفرج على هدومك وعلى الحاجات دي بلاش احسن. الناس بقت نفوسها مريضة، وفي ناس ممكن تأذيكي لا قدر الله لما يشوفوا الحاجات دي، او ممكن حد ياخد حاجة من حاجتك ويعمل لك بيها اي مشكلة. واخيرا اخر نصيحة واهم نصيحة،
شقتك دايما بعد الفرش، بعد ما تخلصي وتفرشي، القرآن ما يبطلش، تفضلي مشغلة القرآن على طول. ممكن تحطي فيها راديو صغير كده وتسيبي القرآن فيها شغال، علشان بجد الناس بقت مؤذية فوق ما تتخيل. هو ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك في القناة أو سبسكرايب، موجودة أسفل الشاشة، وتضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. مع ألف سلامة.